اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل عام وأنتم إلى الله أقرب. رمضان كريم علينا وعليكم. هنعمل النهاردة فطار أول يوم رمضان. يا ريت طبعا لو أول مرة تشوفوني، دي قناتي قناة ياسمين مصري، اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أول حاجة، لو انت بتحبي العرق صوص، بيتعمل الصبح بدري كده اهوت عشان بيتحط في الشمس شوية. عملت كده اهوت كمية بتاع 3 معالق عرق صوص، بنجيبه من عند العطار، الكيس دوت بيجاب جاهز، تحط عليه نص معلقة صغيرة كربونات وبتحطيه في الشمس. ده عملتها اول حاجه الصبح بدري. بعد كده كان عندي فرخه متبلاها كده اهوت، هتبلها معاكم تتبيله كانت طعمها تحفه، طعمها حلو جدا. بصلايه كبيره، لو فرخه واحده بصلايه، طماطمايه، فصين توم، نص معصير ليمون، ملح وفلفل، بصل بودره، توم بودره، بابريكا، زنجبيل، 7 بهارات، وكمان معلقه سكر ومعلقه عسل اسود، هيفرق معاكي في الطعم جدا جدا، ومعلقه خل صغيره. هقلب كل التتبيله دي مع بعض بقى، وبعد كده اتبل فيها الفرخه بتاعتنا وهسيبها في التتبيله كده لمده ساعتين. التتبيله دي خلت الفراخ طعمها بجد جميل، وبعد ما بتسويها ممكن تحط لها ريحه الفحم، بجد كان طعمها ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ممكن تتبلي بيها فراخ او بط او اي حاجه تانية. انا هسوي معاكم في طقم البايركس دوت، وكذا حد سالني عليه. طقم دوت البايركس الاصلي، بايركس العادي يعني. انا بسويه بستخدمه على النار من فوق بس بطريقه معينه عشان ما يطقش ولا ايه، ولا يفرقع ولا يكسر منك ولا اي حاجه. هقولك اسويه ازاي دلوقتي. بعد كده كنت جايبه نص كيلو لحمه مفرومه. طبعا حاجات رمضان احنا عشان ارتفاع الاسعار والحاجات غاليه ما جبناهاش طبعا في يوم وليله، لا انا كل فتره كده كنت بجيب حاجه احطها في الفريزر، اجيب مره الجلاش، جبنه موزاريلا، مره فراخ، مره لحمه مفرومه، عشان ما يكونش التكلفه غاليه يعني من ناحيه الميزانيه. هنعمل بقى ايه، هنشوح كده اهوت نص كيلو لحمه مفرومه، عليها بصلايه، طماطم، فلفل، تحطي برده 7 بهارات، ملح وفلفل وشطه. كده التتبيله دي بتاعتنا جاهزه، ممكن تعمليها وتفرزيها في الفريزر. هنعمل منها الجلاش. انا بحب جدا الجلاش بالجبنه الموتزاريلا وبالخلطه ديت. كده احنا خلصنا الخلطه بتاعه الجلاش بتاعنا. ممكن تحطي على الوش جبنه موتزاريلا، ممكن تحطي جبنه رومي، ممكن تحطي بيضايه وحبه لبن. انا كنت جايبه الجلاش وحطاه في الفريزر، فطبعا لما الجلاش بيقعد في الفريزر ما بيكونش فريش زي الجلاش انت بتجيبيه في ساعتها. فطبعا كانت الورق بتاعته مش كويسه يعني، مهريه شويه، بس استخدمتها عادي يعني. حطيت الورق السليم وفي النص الورق ايه اللي مش سليم. وسويتها كده اهوت ما بينها كده اهوت، ومسحتها بالسمنه والزيت، وحطيت كميه اللحمه اللي انا عملتها كده اهوت في النص، وحطيت كمان بقيت لفه الجلاش من فوق، وهقطعها معاكم وادخلها الفرن. كده احنا عملنا الفراخ وعملنا الجلاش. وكمان هنعمل طبيخ مع بعض، فاصوليا، اي طبيخ عندك، مش لازم محشي اول يوم. معظم الناس في رمضان بيعملوا اول يوم محاشي، بس انا بصراحه اتصدمت، عندي في السوق المنطقه اللي انا فيها كيلو البتنجان ب20 جنيه. مش عارفه في حاجه غلط عندي في المنطقه ولا ايه بالظبط. قولوا لي طبعا سعر البتنجان عندكم ايه، عشان في ناس بتقول اسعار تانية خالص. فمش لازم محشي اول يوم رمضان. وانا ما بحبش المحاشي كتير يعني، عشان اولادي يعني الحمد لله قايمين معايا بالواجب وزياده، فبيبقى حمل تقيل عليا كده في شغل البيت ووقفه المطبخ، فصعب ان انا اعمل محشي، لازم ايه اخده على يومين. يعني اعمل في يوم التسبيكه وفي يوم تاني يوم اعمل المحشي على طول. ده طعم البايركس اللي انا قلت لكم عليه، اللي ما شاء الله ولا قوه الا بالله، انا بستخدمه على النار. اولا الطعم مش بحطه في التلاجة خالص، يعني ما ينفعش تحطيه في التلاجة وتطلعيه على النار حاجه سخنه هيطق. ما ينفعش تحطيه على حاجه سخنه بعد كده تطلعيه على الرخامه حاجه ساقعه هيطق، يعني لا قدر الله يعني. فانا بستخدمه على نار هاديه كده. سبت الفراخ كده بتاع ساعه الا ربع على النار من فوق. مرضتش اولع عليها الفرن، هتاخد وقت كتير جدا. انا اشغل الفرن الكهربائي او اشغل الفرن الغاز ان هو لمده ساعتين او ساعه ونص كتير يعني. فولعت عليها ساعه الا ربع كده على النار من فوق، وكنت ببص عليها وبرفع الطاجن اشوفه اتحرق ولا حاجه يعني. كنت متابعاها يعني الحمد لله لغايه ما الفراخ استوت وريحتها طلعت، وكمان شفتها بالشوكه لقيتها مستويه ومهريه خالص، وطعمها بجد كان تجنن تجنن. اتمنيت ان انا اعمل فرختين مش فرخه واحده، بس الحمد لله حسب الميزانيه في البيت الحمد لله. الفراخ استوت معايا، قلت بقى اعمل حاجه حلوه كده للاولاد. الحق اي مكسرات عندك، انا جبت تاني طبعا عشان الميزانيه، وجبت زبيب وجبت جوز الهند وحطيتهم كده على بعض. ممكن كمان تحطي معلقه سكر في النص. ولو بتحبي القرفه ممكن تحطي قرفه، مفيش اي مشكله. اي حشوه عندك ممكن تحشي اي حاجه انت بتحبيها، ممكن تحشيها عجوه، ممكن تحشيها حشوات تانية يعني.
وجبت لفه الجلاش التانية ديت وهحشيها معاكم بالشكل دوت. هلفها كده كلها مره واحده وهرصصها في الصينيه، الصينيه تكون مدهونه بالسمنه. وخدوا بالكم ان انا بعمل الجلاش ما بحطش سمنه ما بين كل رق والتاني زي الجلاش بتاع اللحمه المفرومه، لا، هحط السمنه بعد ما اخلص الكميه كلها، هلفها كلها سوا واحد وهرصصها في الصينيه، وبعد كده هقطعها واجيب كده معلقتين سمنه عليهم معلقتين زيت وهرصصهم وارشهم على الصينيه وادخلها الفرن. وخلي بالك وانت بتسوي الجلاش ان هو ما بياخدش تسويه خالص، يعني ممكن 10 دقايق او بالكتير قوي 15 دقيقه. هقطع تقطيعات متساويه كده كل 3 صوابع. بقطع ايه يعني خدوا بالكم من حركه ايدي، كل 3 صوابع بقطع الجلاش بتاعي عشان يطلع متساوي، والحرف بتاعه في الاخر قطعته. واولادي الصغيرين، انا عندي اولاد صغيرين 4 سنين وسنتين طبعا مش صايمين، فكانوا بياكلوا يعني واقفين بياكلوا ورايا يعني واقفين جنبي كده وانا بصور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا اجمل حاجه لما تفطري اول يوم رمضان مع اللمه والعيله والناس اللي بتحبيهم، دي احلى حاجه في الدنيا. بصوا ما شاء الله الفراخ استوت واتهرت وطعم التتبيله حلو جدا. معلقه العسل اديتها تيست حلو كده اهوت، معلقه عسل واحده بس، وممكن كمان تحطي معلقه عسل ابيض. ما شاء الله. كمان بعد ما سويتها كده اهوت هدخلها الفرن تاخد وش. وكمان هحط لها ريحه الفحم. احلى فراخ مشويه ممكن تاكلها في البيت. انا كنت عامله معاكم الفيديو بتاع الكنافه، سيبه لكم في صندوق الوصف. عملت العجينه بنفسي، العجينه كانت جميله جدا، عملتها بالسميد. السميد خلى العجينه بتاعتي طريه جدا، ريحتها جميله جدا، يعني ريحه الشربات مع العجينه مع محشيه عجوه طبعا. كنت مفرزاها معاكم، فطلعت الكيس كده هوت فيه 10 قطع قطايف وايه عملتها بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا قطايف مش عارفه قلت قطايف ولا كنافه، مش مهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكنت كمان مجهزه الشربات. انا بحب اعمل كل فتره كده كيلو سكر اعمله شربات واحطه في التلاجة. اجي اعمل اي حاجه حلوه او اولاد نفسهم في حاجه حلوه اطلع الشربات على طول يكون جاهز عندي. بعمل مثلا عجينه، مثلا اعمل لهم عجينه الجلاش، اعمل لهم زلابيه، اعمل لهم بلح الشام، بيكون ايه الشربات جاهز معايا. ودي صينيه الجلاش الحلوه اللي احنا عملناها محشيه مكسرات. وبعد كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نشوف انا نسيت اساسا انا صورت ايه اول يوم دوت. احب اقول لكم ان انا فضلت واقفه في المطبخ من الساعه 12 الصبح لغايه ما المغرب اذن، يعني تقريبا قلت لهم خلاص فاضل 5 دقايق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجلاش طعمها حلو جدا. الاولاد الصغيرين كانوا واقفين جنبي فكانوا عايزين يدوقوه، فلمت لهم كده الحاجات الصغنططه كده، وقلت الباقي رصصه في الصينيه يكون شكله حلو معاكم. وهنعمل كمان سلطه وهنعمل رز. وتعالوا بقى نعمل ايه العصاير مع بعض. ممكن تعملي كذا عصير في رمضان او الحاجه اللي انت بتحبيها. ممكن تعملي بلح، انا بحب البلح معلهوش ولا قمر الدين ولا خشاف ولا اللي هما بيقولوا عليه ولا اي حاجه، بحبه كده بلح بس. وما بحبش احط عليه سكر كتير، يعني البلح هحط عليه معلقتين سكر لان البلح نفسه مسكر. فعملت بلح بالسكر. ممكن تحط عليه قمر الدين، ممكن تحط عليه مشمشيه، اللي بتحبي تين ممكن تحطيه. تاني عصير عملته التمر. الاولاد بيحبوه جدا. التمر اللي بتجيبيه جاهز من عند العطار، او انت ممكن تجيبيه لون وريحه وتحطي عليه سكر وتعمليه، يبقى كده بلح وتمر. وكمان كنت مفرزه معاكم قبل كده البرتقان بالجزر. كنت جايبه برتقان وجزر وسلقت الجزر وعملناهم في اكياس وحطيناهم في الفريزر. فهبتدي بقى ايه يوم يوم لا كده اطلع كيس برتقان بالجزر. هو بالصفى يا جماعه. بعد ما ضربتهم في الخلاط وحطيت عليهم 3 معالق سكر، ما تكتروش السكريات يا جماعه يعني عشان مضره بجسم الانسان. وصفيته كويس جدا كده. جاهز معانا البرتقال بالجزر حلو جدا، بس لازم يشرب في ساعتها. يعني العصير دوت قلت لهم لازم تخلصوه. ده بقى العرق سوس اللي انا عملته معاكم في اول الفيديو. بصوا ما شاء الله الشمس نشفته خالص، وهو دوت السر اللي بيخلي العرق سوس بتاعك اسود، ان هو بيقعد في الشمس كتير لغايه ما ينشف. دي قماشه انا عاملاها مخصصه للعرق السوس، غسلتها كويس جدا. وغليتها كمان بميه سخنه، وبعد كده حطيت فيها العرق السوس وحطيتها كده معانا المشروبات بتاعت اول يوم. وطبعا اللي بيتبقى منها بيتشرب تاني يوم، والاكل طبعا اللي بيتبقى يعني معظم الناس بيعملوا اكل في اول يوم، واللي بيتبقى منهم بيكملوا عليه تاني يوم. يجعل بيوتنا عمرانه بالخير والبركه ان شاء الله. دي الفرخه بتاعتنا حطيت عليها ريحه الفحم كده اهوت. واحط عليها معلقه السمنه. بيفرق يا جماعه لما انت بتحطي على الفحم معلقه سمنه او زيت، بتفرق بصراحه في الطعم. بس بحس ان السمنه احسن، مش عارفه ليه.
وكتمته كده كويس جدا، بس كنت خايفه بصراحه الحركه دي تخلي الطقم يطق، بس الحمد لله الحمد لله الطقم ده عزيز عليا جدا جدا. تسند الجلاش بقى بعد ما استوت، لازم بعد ما تستوي تحطي ايه اخر حاجه تحطيها الجبنه الموتزاريلا. يعني انت لو حطيتي الجبنه الموتزاريلا قبل ما الصينيه تستوي الجبنه نفسها هتسيح وهتاخد لون غامق، وهتلاقي من تحت الصينيه لسه ما استوتش. فيفضل ان انت تسويها. وكمان لو انت تعملي مكرونه بشاميل برضو تسوي المكرونه بشاميل الاول وتاخد وش، وبعد كده تحطي اخر 5 دقايق تحطي الجبنه الموتزاريلا. وحطيت عليها حبه لحمه كده مفرومه كانوا بايقين معايا، وحطيت عليها فلفل زيتون. هيبقى طعمها قريب من البيتزا الشرقي. طعمها كان حلو جدا، ريحتها كانت جميله جدا ما شاء الله. ما ينفعش يجي رمضان من غير الصينيه ديت بصراحه. انا عن نفسي بحبها جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده بقى نعمل مع بعض حبه الرز. الرز سهل جدا. حمرت شعريه وحطيت عليه الرز، وحطيت عليهم طبعا ميه دافيه ومرق الدجاج وملح وفلفل وكده اهوت. لو الرز كاس موثوق فيها ممكن تحطيها من غير ما تغسليها، ولو الرز جايباه سايب يفضل ان انت تغسليه احسن. كده الجلاش جاهز معانا، والكنافه والقطايف جاهزه كمان. معلش انا كان عندي دور برد جدا، والحمد لله ان انا قدرت اصوم اول يوم رمضان. والفيديو ده معلش هينزل لكم تالت يوم رمضان، مش هينزل لكم اول ولا تاني يوم عقبال ما يتمنتج كده. كنت تعبانه والحمد لله ما خفتش غير لما خدت حقنه مضاد حيوي. للاسف ما كنتش عايزه اخد حقن مضاد حيوي خالص، بس الحمد لله ربنا عفى عني. اكتبوا لي في التعليقات يا رب. ادعوا لي يعني في التعليقات، واكتبوا لي في التعليقات انتوا عاملين ايه. واللايكات يا جماعه قليله جدا، والتفاعل قليل جدا على القناه. ده مصدر رزق يعني. اتمنى يعني انتوا تشجعوني ويكون التفاعل اكتر من كده. جبت بقى بقدونس كده وقطعته وحطيته كده اهوت في الطبق، واحط عليه الفراخ. البقدونس بيفرق جدا في طعم المشويات، بيديها طعم حلو جدا. لو هتعملي اي حاجه مشويه يفضل ان انت تفرشي تحتها بقدونس، هتفرق في طعمها بجد يعني جربوا. بعد كده هنعمل طبق سلطه جنب بعض مع بعض ولا ايه. جنب الاكل كده عملنا الفراخ جلاش بلحمه مفرومه، وعملنا اللهم صل على النبي. فكروني لان انا نسيت اساسا عملت ايه. فاصوليا بيضه بالصلصه، وطبق سلطه. وده الاكل بتاع اول يوم رمضان. والتحليه اللي هي الكنافه والجلاش. وعملنا العصاير مع بعض. ممكن تعملي عصير كركديه، ممكن تعملي بلح باللبن. في مشروبات تانية ممكن تعمليها برضو، صوبيا باللبن بتبقى حلوه جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واوريكم شكل الاكل في الاخر عامل ازاي. دي الفراخ بتاعتنا بجد تحفه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بجد طعمها ما تخيلتوش ان يطلع بالجمال والحلاوه ديت. وعلى فكره احنا 6 افراد ما شاء الله، يعني الفرخه كفتنا واتبقى منها كمان الحمد لله ربنا بارك فيها. بس بجد اتمنيت ان انا اعمل فرختين مش فرخه واحده من كتر ما هي حلوه. وان شاء الله هجيب فراخ تاني وهعمل لكم الوصفه بتاعت الفراخ ديت في فيديو لوحديها، عشان لو حد عايز يشوفها، عشان الفيديو ده هيبقى طويل عليكم. لو حد عايز يشوف وصفه الفراخ المشويه في البيت هعملها لكم في اختصار ان شاء الله، واحاول احطها لكم في صندوق الوصف. كل سنه وانتم طيبين، يجعلوا شهر الخير والرضا والبركه والسماحه، وربنا يشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق ويدي كل انسان ما يتمنى. اللهم امين. ادعوا لي في التعليقات ربنا يبارك لي في صحتي ويخليني ويقويني على خدمه اولادي وخدمه بيتي وزوجي ويخلي لي اولادي واكبر خاطري فيهم. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.